الكهرباء مقطوع، الماء مقطوع. التغيير مع باسم مقصود؟ لا مو مقصود. هو اذاكر باكثر من بلي. من لقاء. نعم. انا ملتقين وانا واحد من الناس بلي. ب 2011 بلي. وذكرت لك هذه الحادثه. جمعنا عمل انا وياك اللي هو حديث الجوادين. نعم. كنت جالس على سور الامام عليه السلام. نعم. سور الامام الكاظم كنا بايتين لان عندنا نقل مباشر. اتذكر الكلام 2 ونص 3. نعم. انا دا احكي على هذا المشهد اللي شفتك به انت والملا. نعم. طلعتوا من كان الامام فارغ لان يفرغ الامام. صحيح. كنتوا تزورون سوى داخل الامام وطلعتوا تتمشون وبالخطوات اكو حب عظيم وعلاقه عظيمه. هذا ما اعتقد اكو خلاف يعني انت تقول انا ما اعرف شنو الخلاف. هو وكذلك لو نسال باسم هم يقول ما اعرف شنو اكو شبهه بس بالشغله كلها يعني. طبعا اول شيء انا ما احب اخوض بهذا المجال، لان قلت بهواي لقاءات. بس احنا نحبكم، احنا اكيد نحبكم اكيد. بس انا لان جنابك يعني انسان مثقف فيجب ان اتكلم على قدر ثقافتك العاليه يعني. انا بالنسبه لي الناس ما يدرون، حتى هو باسم يمكن ما يدري، انا ما عندي مشكله وياه هو كشخص. انا لما عرفت المنبر مو عرفت باسم وحده، انا عرفت الكتابه ويا الرواديد بصوره عامه. لان ذاك الوقت انا حسيت يعني ما عندي شيء ويا الملا، بالعكس هو اخوي يعني ما عندي شيء وياه ابدا يعني. ومن نتلاقى يمكن لسه اذا تلاقى بس مجرد ابتسم عليه هو يضحك ماكو شيء ابدا. غير اللي يوصلوا له هذول اخوه واحد، هذا يعني شغله ماشيه يعني بس احنا نحكي على عمق القضيه. عمق القضيه ما لها دخل بباسم وبابو بشير وبجليل لا. انا رجل شفت نفسي بالمجتمع سنه 2008 بلدي طالع من الطائفيه، وشفت نفسي يعني شاعر حسيني بمجتمع كل قاطبة مسير غير مخير، وأنا راح أشوف نفسي صرت بيدق على طاولة قمار يقامرون بي باسم الحسين عليه السلام. مو أنا كجابر وإنما كقصيدة. لا هو الخطيب والرادود والكذا كلها يعني. تارة أنا أريد أجهل مجتمع، راح أحكي بالعمق. نعم. حتى هاي سالفة باسم أنهيها. حتى ننهي الموضوع. نعم. أحكي بالعمق. في فترة تجهيل المجتمع أحيانا يجهلون المجتمع عن طريق القداسة، وأحيانا يجهلون المجتمع عن طريق الأموال. نعم. حسب ومرات على العاطفة، حسب الحالة. نعم. أنا شفت ذاك الوقت ناس محرومين من العزاء الحسيني، لأن قبل كان ممنوعة. نعم. فانفتح الإمام علي سلام الله عليه شو يقول من حرز الماء لا يظمأ. فذاك الوقت هم محتاجين يعني يفرغون عما كان سابقا، فصار اندفاع قوي. من وراء هذا الاندفاع خلف الكواليس كانت تحاك مؤامرات على البلد بصوره عامه يعني. المجتمع. نعم. يعني على البلد بصوره عامه، على الارض وعلى الشخص. نعم. يعني حتى على الارض هم اكو مؤامرات، يعني انه هاي الارض منا بها فلان ماده نفطيه او فلان كذا احسن من ذيك الارض، اذا هنا لازم انصب قاعده. انا ما اريد احكي بهاي الامور. نعم. بس انا اريد هاي الشبهه مال انا عندي مشكله ويا رادود، انا فوق ان تكون عندي مشكله ويا رادود، هذول انا كلهم ماني مربيهم استاذ. يعني انا قارئ كتب ما يخليني انه امشي بصوره صحيحه بين المجتمع. يعني سواء الكتاب المقروء او الكتاب المرئي، انا ما عندي مشكله ويا اي واحد. خلينا نرجع. نعم. خلينا نسافر انا وياك. نعم. 1994 95. زين. فكره تحويل القصيده من منبريه الى استوديو.